أن النتائج المحصلة عليها بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية مكنت من تسجيل نسبة مشاركة تبلغ 53.67%. وبهذه المناسبة ينبغي الإشادة بالظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. وفيما يخص توزيع المقاعد المحصلة عليها برسم الانتخابات الجماعية، يمكن تقديم النتائج المتعلقة بها على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 6655 مقعدا، أي بنسبة 21.12%. حزب الاستقلال 5106 مقاعد، أي بنسبة 16.22%. حزب العدالة والتنمية 5021 مقعدا، أي بنسبة 15.94%. حزب التجمع الوطني للأحرار 4408 مقاعد، أي بنسبة 13.99%. حزب الحركة الشعبية 3007 مقاعد، أي بنسبة 9.54%. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 2656 مقعدا، أي بنسبة 8.43%. حزب التقدم والاشتراكية 1766 مقعدا، أي بنسبة 5.61%. حزب الاتحاد الدستوري 1489 مقعدا، أي بنسبة 4.73%. تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي 333 مقعدا، أي بنسبة 1.06%. حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 297 مقعدا، أي بنسبة 0.94%. حزب جبهة القوى الديمقراطية 193 مقعدا، أي بنسبة 0.61%. وحزب العهد الديمقراطي 142 مقعدا، أي بنسبة 0.45%. وبخصوص المقاعد المتبقية فتتوزع فيما بين 12 حزبا سياسيا ولا منتمين. أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها بحسب الانتماء السياسي للمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي: حزب العدالة والتنمية 174 مقعدا، أي بنسبة 25.66%. حزب الأصالة والمعاصرة 132 مقعدا، أي بنسبة 19.47%. حزب الاستقلال 119 مقعدا، أي بنسبة 17.55%. حزب التجمع الوطني للأحرار 90 مقعدا، أي بنسبة 13.27%. حزب الحركة الشعبية 58 مقعدا، أي بنسبة 8.55%. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، أي بنسبة 7.08%. حزب الاتحاد الدستوري 27 مقعدا، أي بنسبة 3.98%. وحزب التقدم والاشتراكية 23 مقعدا، أي بنسبة 3.39%. أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية، وينبغي الإشارة أن النتائج السالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ونتعرف في التقرير التالي على النتائج ببعض المدن